أحيانا بشوف فيديوز فيها يعني تطاول على المرحومة الفنانة فاتن حمامة. الفيديوز دي من ناس عاملينها يعني مش هقول ناس مجتهدة، لأن دي ناس مضيعة مجهودها أو وقتها في موضوع فاشل جدا إن هم يهاجموا فنانة زي فاتن حمامة. يعني احنا يعني من يوم ما وعينا على الدنيا واحنا بنتفرج عليها فتاة الشاشة الأولى، نجمة الأفلام أو بطلة الأفلام، كبنت، كست، كزوجة، كحبيبة. وبعدين في كمان اتنين تقريبا طلعوا يتكلموا في حياتها مش في مماتها، يعني اللي هم مريم فخر الدين وسناء جميل. كانوا بيتكلموا على ان فاتن ما تستحقش انها تكون سيدة الشاشة العربية. اللقب ده مين اللي اداهولها وبأي حق اداهولها، وهل هي تستاهله؟ وطبعا هم يقصدوا ان هم اللي يستاهلوه. اللي انا عايز اوضحه التلاتة ماتوا يعني الله يرحمهم، بس اللي عايز اوضحه للناس اللي بتتفرج على الفيديوز دي انه التقييم الفني بيختلف حسب وظيفة، او يعني وظيفة الفنان، معناها دور الفنان في العمل الفني. نمسك الفيلم، يعني الفيلم بيبقى له بطل وبطلة دايما. اي فيلم في العالم بيبقى له بطل وبطلة. البطلة ليها مقومات معينة، مش بس فنية، مقومات خلقية، يعني شكلية ومعنوية، كقلب، كعينين، كعاطفة، حسب الدور. اللي توافر في فاتن حمامة ربنا خلقه فيها، ولم يتوافر في مريم فخر الدين ولا في سناء جميل. يعني هما ممثلات في منتهى البراعة، واللي أبرع منهم هما الاتنين سميحة أيوب، وما اتكلمتش الكلام ده لأن سميحة أيوب فاهمة إن دورها كفنانة ليه مجال معين، يعني له وظيفة معينة في الأدوار أو الأعمال السينمائية والمسرحية. كل واحد على حسب دوره. يعني صلاح منصور مثلا كان فنان، زكي رستم كان فنان، عبد الوارث عصر كان فنان. بس هل دول ممكن يشتكوا من عمر الشريف أو من رشدي أباظة إن هم دول ما يستحقوش يكونوا هم مش عارف إيه لا، مش هيقولوا كده، لأن هم فاهمين ان دورهم في الفيلم مثلا الرجل الاب او الرجل الشرير او الرجل الثاني في الفيلم. يعني ادوارهم ليها وضع معين، زي فريق كرة القدم، في مهاجم وفي مدافع وفي حارس مرمى. هل في حد سمع في التاريخ انه حارس المرمى بتاع اي فرقة في العالم او المدافع بتاع اي فرقة في العالم اخذ الوضع اللي هو الريادة في الشهرة على حساب مثلا مهاجم؟ لا، المهاجم دايما عنده كل الاضواء، لانه هو ده اللي متسلطة عليه الاضواء في المقام الاول. زي فاتن حمامة في الافلام، هي بطلة الفيلم، هي المهاجمة. عمر الشريف قدامها ممكن يكون معاهم زكي رستم في الفيلم، ممكن يكون معاهم فريد شوقي في الفيلم، ممكن يكون معاهم ادوار تانية جيدة جدا وبارعة جدا، زي فيلم بداية ونهاية كان في سناء جميل بس مش بطلة. يعني أجادت جدا 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 الدور كأنها حقيقة وأنا أشهد لها، ولكن مش هي البطلة. لازم الإنسان يمشي بمبدأ أو بآية أو بشعر، معرفش، رحم الله امرأ عرف قدر نفسه. أنا آسف، أنا مش عارف مصدرها إيه دلوقتي، لأن أنا ما بعملش إعداد للكلام اللي أنا هقوله يعني. انما شدني قوي 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 بعض الناس للاسف الشديد الهابطه اللي هي بتهاجم واحده زي فاتن حمامه. هم لا يفقهوا الف ب سينما، ولا يفقهوا الف ب مواهب، ولا يفقهوا الف ب شهره. يعني ما يفهموش حاجه ابدا وبيتكلموا وبيلطشوا، وده الزمن اللي احنا عايشين فيه.
وربنا يوفق الجميع.